السلام عليكم. هناك أسئلة كثيرة جتني من المتابعين أنه بعد استعادة المصابين إن شاء الله بعد التوقف، ما هي التشكيلة المناسبة التي تتناسب مع ثنائية الدون ودوران وأفكار بيولي أو قناعات بيولي في 2 ارتكاز بأي شكل من أشكاله، سواء بال4-2-4 أو أي رسم أو شكل داخل الملعب. أنا رأيي أنه 2 ارتكاز أو فكرة 4-2-4 مقبولة في حالة واحدة، إنك ترفع من جودة رباعي الأطراف، الأظهرة 2 والأجنحة 2. لازم ترفع من جودتهم في الحالتين، سواء في الحالة الدفاعية أو الحالة الهجومية، بمعنى أنه حاملين الكرة أو فاقدين للكرة. فاليوم أنت لما جيت أفتش في القائمة اللي موجودة متاحة حاليا عندنا، لم أجد أفضل من رباعي الموجود أمامكم، اللي هي أيمن يحيى في الظهير الأيسر، وسلطان الغنام في الظهير الأيمن، وأوتافيو وماني. لماذا؟ لأنه أنا راح أخلق ثنائية ما بين أيمن يحيى وماني في الطرف الأيسر، وكذلك ثنائية أخرى اللي هي ثنائية سلطان الغنام وأيمن يحيى. اليوم أنت إذا بتاخذ أفضل ما لدى كريستيانو ودوران، لابد أنك تفعل دور الأطراف الهجومي، أنه لابد يكون عندك ظهيرين يعرفوا يفتحون الملعب ويعرفوا يزودون الصندوق في الكرات أو الكروسات العرضية، سواء الزاحفة أو الهوائية الجيدة، بناء على تحرك الثنائية. أنا اللي شفته في المباريات الماضية إذا تواجد رونالدو والدون، أنه واحدة من العيوب هي جودة أو قراءة حامل الكرة في الطرف في العرضية. فاليوم أنا لابد أني أول شيء أخلق هذا الرباعي، فبهذا الشكل أنا ممكن أخذ أفضل ما لدى رونالدو ودوران في تحركاتهم داخل الصندوق. عشان أغطي عيوب هذه الثنائية في حال فقدان الكرة، لابد أني أرفع من جودة محاور الارتكاز. بروزو للأمانة قدم أفضل ما لديه خلال الفترة الماضية. لابد أنه نجد المحور الملازم له اللي يملك الحالة الدفاعية أعلى من الحالة الهجومية، لأنه أنا لدي أطراف عالية جدا وقادرة أن تخلق لي فرص، لأن اليوم أحتاج إلى محاور 2 لديها الصبغة الدفاعية العالية. فنعرف تماما أنه بروزو في الشق الدفاعي أقل شوي من الشق الهجومي، فوجود خيبري ملازما لبروزو حيكون مساند وداعم له في تغطية المساحات التي يخلقها هذا الرسم كثنائي، بالإضافة إلى سرعاته في استعادة الكرات والتحول العكسي من الحالة الهجومية للحالة الدفاعية. فأنا أرى أن هذا الشكل مميز جدا، وهذه المجموعة مميزة، حتى راح ترفع من جودة كريستيانو رونالدو ودوران في مساندة المجموعة في الحالة الدفاعية. رغم أن المباراة الأخيرة للأمانة رونالدو قدم أفضل نسخة له دفاعية منذ قدومه للنصر، كذلك دوران. فاليوم كل ما ارتفعت جودة المنظومة بشكل عام في الحالة الدفاعية، كل ما ارتفع الفريق كاملا، وكل ما انخفض الفريق كاملا، والعكس صحيح حتى في الحالة الهجومية. أنا أرى حتى على المستوى الشخصي أنه هذه التوليفة فيها مرونة تكتيكية عالية، بمعنى أنه لو رحت لأيمن يحيى اليوم، أيمن يحيى يعطيني على الطرف كلاعب سواء ظهير أو جناح، وماني نفس الفكرة. ولما توديهم للعمق يعطوني حلول العمق كلاعب في وسط الملعب، إما وسط أو وسط متقدم، يعني يشارك في الهجمة. روح للجهة الأخرى بتلاقي سلطان وأوتافيو نفس الفكرة. ممكن أنك في حال وقوفك في ملعب الخصم بتشوف أشكال ومرونة تكتيكية عالية. حتى خيبري يعطيني في عمق الملعب ويعطيني على الطرف كظهير أيسر أو سنتر أيسر. بعطيكم بعض من الأشكال للفريق والمرونة التكتيكية اللي ممكن يعني نعملها في حال وقوفنا في ملعب الخصم. لاحظ معي الشكل الأول، أنك تتحول إلى 2-2-4-2. 2 السناتر يكونوا فاتحين الملعب بشكل أطول، و2 المحاور بشكل أقل، والأربعة اللي هم أطرافك على خط واحد، و2 اللي هم كريستيانو ودوران. الشكل الآخر، لأنك تملك توليفة فيها مرونة تكتيكية، ممكن تحول
الخيبري كسنتر أيسر وتدخل لابورت العمق، وتودي سميكان كسنتر أيمن، فيصبح شكلك في 3-1-4-2. 3-1-4-2، الثلاثة زي ما انتم شايفين، والواحد اللي هو بروزو، والأربعة اللي هم أطرافك، واثنين اللي هم رؤوس الحربة. فهذه ميزة لما يكون عندك توليفة فيها مرونة تكتيكية داخل الملعب، بالإضافة إلى أشكال كثيرة. ممكن ترجع لشكلك الرئيسي في 4-3-3 اللي هو تحول أوتافيو الوسط الملعب، وتخلي دوران طرف أيمن، وتخلي ماني طرف أيسر، ورونالدو رأس حربة، وتروح 4-3-3. فأنا رأيي إنه هذه التوليفة لابد أن نحافظ عليها، لأن فيها مرونة تكتيكية عالية، وفيها جودة لعيبة بكرة وبدون كرة، وفيها الشيء اللي مزعجني الفترة الأخيرة اللي هي جودة الاستلام والتسليم وقراءة اللعب. بالتوفيق العالمي. هذا مجرد مقترح يتم طرحه. شكرا لكم جميعا.